من استاد جامعة الملك سعود هنا العاصمة السعودية الرياض. اللقاء المرتقب بين الزعماء الهلال والدحيل. نادي القرن في الكرة الآسيوية يستضيف هنا في ميدانه أمام جمهوره الوفي والتاريخي فريق الدحيل، بطل دوري نجوم قطر، بطل آسيا الحالي كمنتخب، ضد الممثل السعودي اللي هي البطل التاريخي للمسابقة الآسيوية ب3 ألقاب من الجانب العربي. إذا هذه الانتظارات والتطلعات، وهذا الكوتش روي فاريا المدرب المساعد لأندية انتر ميلانو، تشيلسي، مانشستر يونايتد وقبلها الريال مدريد، يعني في سوبر ستار القطري كان انتصر 3-0 على فريق الاستقلال أحد قوى الكرة الإيرانية. السريلانكي يؤشر إلى ركنية أولى في المباراة، كرة سعودية وفي خطة لمصلحة الدفاع القطري. نادي الهلال 6 بالآسيوي في الشامبيونز ليج، زوز فرق قوي برشا، زوز فرق نار، والكرة تمشي في بداية المشوار للطلع أكبر، والكرة الأخطر تمشي الكرة على القائم الثاني، كلودامين قدام الأسمراني الدبابة جوميز، يمشي جوميز الفرنسي لاعب بتجارب في الأولمبيك ليوني، لاعب في ويستعيد اللقب من جديد. في الانتظار تركيز الدحيل على الآسيوية، وتأتي أولى الكرات الرأسية، والكرة من كارلوس إدواردو دي براسيو، لكن خطيرة الكرة للدحيل، الاتاك والتقدم، كرة ملعوبة ممتازة، يمشي دميسون والركنية للفريق، والرابع ليس هين استقلال إيران. 0-0 العين والاستاد ديربي وإثارة الآسيوية. الدحيل في كونتر اتاك، يمشي يوسف العربي هذه هي اجواء المباراة واجواء القمة. الاهداف منتظرة الحقيقة. 89 لنواديها في ابطال اسيا. تمشي كرة عرضية بالراس خطيرة، والدفاع من بسام راجع لسالف اشعاع واحد بلاش، ترجع كرة ممتازة، والهدف الاول يضيع مرة اخرى. يوسف العربي، يوسف العربي، كرة خطيرة جدا من الاتاك القطري. شوف الكرة ممتازة، كرة في الانترفال، محاولة استثمار وتقدم الأظهر إلى المباراة القادمة في استضافة العين. ترجع كرة واحدة في ممتازة، ينطلق السعودي، خطيرة، والهدف الأول يضيع. ولا أروع كرة الهلال، محمد ممتاز ظهير بخط جناح يلعب البريك، ولا أروع ركنية. الركن ضد الأهلي من أجل دوري أبطال العرب. هنا رأسية، جمهور الهلال يطالب ويقول هي تقريب كل سنة إلا السنة الماضية 2018 2012 البدايات مع الاهلي. ميدان روح الاسرار عن طريق الدوسري، جومينكو، وفي خطا للفريق يلف ويدور، يحط الكره جوميز اذكر على اليمين، خطيره لكن برافو الدفاع. مونجليك يعدي دميسون، واحده واثنين، مروع على الكره والعرضيه والجحفلي، وليست بالنيران الصديقه المعيوف. كبار ايضا من ريكريمو وعبد الرزاق الخيري واللمريس وخليجر، في كره من جوفيكو خطيره باش يضرب ادواردو جول، كارلوس الدابه السوداء لنادي الدحيل، يعني يسجل فيهم رابع اهداف كارلوس ادواردو في مرمى نادي الدحيل. 1-0 يتقدم سوران ماميتش. 25 دقيقة هي وقت كافي لفرحة عشاق الهلال. 1-0 كارلوس. شوف الخطأ في الدفاع، ما يضغطوش على جوفيكو ناجي متأخر، والكرة تمشي في غياب التغطية. 1-0 طلياني برازيلي في الجول. 1-0 بالرغم عن محاولة كلودامين. تتغير المعطيات، تتغير المؤشرات، القيمة الهجومية للمباراة، والكرة تمشي بعيدة السهلة يستفيد منها معيوف. بينما هنا الكرة يطرق فيها الهجوم عن طريق سلطان البريك يحط كرة خطيرة. أهداف مع هذا الثنائي الرهيب على المستوى الهجومي خاصة. شوف الدوسري فرصة للثاني، وكرة صعبة جدا على الدحيل، خرجت الكرة تقريبا من كرش الحوض. كرة كانت بتاع الهدف الثاني، خطأ من المغرب الدولي. الآن دميسون يحاول التعادل، يمشي دميسون جول، مش ممكن. يوسف العربي يحرم سلطان البريك، وسلطان البريك يحرم العربي.
واليمين ويخرج باس ممتازه، اسيست ولا اروع من الطلسي. تمشي كره العرض للدفاع، ترجع الكره، يلعب الدوسري، يلعب الكره، حط الكره كوميس خرجت سترا، والكره بتجد هناك، حط الكره، والمهدي يقول لا ممنوع المرور. تحيل احسن الجاسر مع النهائي. جوفينكو يحاول، جوفينكو يعطي كره كوميس ولكن موجود الماضي الاسيويه. ترجع الكره عرضيه ممتازه، كره يلف مليح، الدوره مليح، خرجت وبعدت. ميلسون يا فنان يا مهاري يا رائع، يمشي بالكره كارلوس، ورقه صفراء في مشكله قضيه على مصر في المونديال الروسي، وتمشي كره خطيره كانه سالم، والساس خطيره. جوميز يحاول يعمل ستوب، يلف يدور، خطيره بتاع الثاني، وبرافو الدفاع في تعادل ممكن. يمشي ميلسون وجول، مش ممكن ضيع الممكن. ومفاجأة كبيرة وقتها خسر الفاينل من بيكتيرو او من لا عاد بيكتيرو اللي ربحوا العين. لا، العلم في الراس ليس بالكراس، ولكن بعض الاوقات تحتاج الى كراريس. ال 95 على فريق التايلاند فارمرز بانك. التايلاند فارمرز بانك فاز على فريق العربي 1-0. فريق الاحلام وقتها كاد يكون بطل القاره، خسر 1-0. الفريق التايلاندي فاز بالبطوله وقت مفاجاه كبيره. كوره وترجع مره اخرى، مازال الضغط، يمشي وركنيه جديده. التحيل يجمع في الشوط الاول، يمشي جوميز، انا قلت واحد ممكن اثنين، جوفينكو اثنين، مش ممكن ما داره سيباستيان. شو الطول نتاع 2-2 3-2 نتاع السكور. حكم المباراة هو ديلان بيريرا. الشوط الثاني ينطلق على هذه الكرة وسال الحارس. الدوسري لإيطالي شوط كرة والدفاع، وترجع كرة ناجي، مراد ناجي، برشا جوفينكو للبريك، يمشي البريك قدام سلطان، يوزع كرة وخطيرة جدا للركنية. يمشي جوميز يدخل بالكرة من تحت الجزاء، وصل الانكي مبالي ممتاز. جوفينكو الله على فرصة، الله على الكرة، فرصة الهدف الثاني، القاتل من الفريق الهلالي، ولا اروع من نجم الهلال اليوم سيباستيان جوفينكو، يضرب كرة على طريق التوتي او على طريق ديل بييرو او على قد يقتل يوسف العربي، والكرة ما زالت والفرصة متاحة، اللمسة موجودة، فيها جول، فيها ممكن، فيها امكانية، يمشي بالكرة وطويلة ضايعة. ولو انه الهلال تأهل للعالمية لكن لم يلعب بعد افلاس شرك. شعدي ويشوط، الهرب وشاط ولكن ما فات. والشوط الثاني يتواصل مثير حقيقة. كررها الليلة والكرة تمشي يابانية في دار الدفاع العربي، ولكن معيوف لمحمد كانو حط الكرة جوميز ترجع باش يضربها سالم. يا سالم، كرة كيما جات من سالم الدوسري. قيد لأنه الآسيوية عندك الحق في 4. وجوفينكو حاول نفس السيناريو، ناجي واحدة شوية واحدة، والكرة يسارية عرضية، مش ممكن ما داره الكابيتانو. ماذا درت يا كريم يا ابو ذيف؟ العربي يتيح مرة ويتيح الثانية ويرجع في ربح ركنية في الثالثة. الياباني شوية عدي بالمرتاح، وكرة طولية ممتازة، ولكن جحفل امتياز. البريك يلعب السالم، الدوسري، وكرة في العمق بعيدة، اختلتها يا عربي يا ولد العربي. ترجع الكرة مرة أخرى، محاولة خطيرة، والكرة ضاعت عن التحيل. مش ممكن يا مراد يا ناجي. يعدي دميلسون، ويوزع، يمشي دميلسون يوزع، خطيرة، ومرة أخرى بوذيف، مرة أخرى كريم يضيع كرة. ولا عديل، يمشي دميلسون، خطيرة وكرة صعبة، والكرة ضاعت. مش ممكن من سلطان البريك، تمشي بعد خروج ناجي، دخول مونتاري على ما اعتقد. نعم مونتاري، والتوزيعة يوسف العربي، الكرة الثانية ياخذها شوية، خطيرة، والتعادل التحيل. قلت لك فيه هدف قاتل،
قلت لك فيه هدف قاتل، وقلت لك الفريقين الاثنين باش يسجلوا هدف التعادل. الغنام يحتج على الحكم الرابع، ماذا هناك وبماذا طلب وبماذا يطالب الزعيم الهلالي، ولكن قبل دخول الدوسري هدف التعادل عن طريق شوية. ممكن والثاني ممكن والثاني ممكن، والحكم يؤكد الهدف الثاني. قلت لك ما زالت لم تنتهي قمة الكبار، روح الاصرار. البلي حطها من كورة من كورنر. هدف ثاني يا هلال، الهدف الثاني يا هلال، الهدف الثاني يا هلال. الهلال يرجع من جديد. الهدف الثاني هو قلة تركيز واسترخاء من الدحيل، بتصور انه التعادل جدا فرصة. وجوميز عالمي يا جوميز يا مخوف الصغار والكبار يا جوميز. الهدف الثالث ختم المباراة الآن من جوميز. الهدف الثالث، هدف على الطريقة العالمية، هدف على طريقة الكبار. يسجل جوميز الثلاثية 3-1. الهلال يعمل ردة فعل قوية، ردة فعل لبطل وهو من الأبطال بعد 1-1 في 75 في ظرف 3 دقائق يثنيها ثم يثلثها مع فرحة لاعب في التاريخ اسمه عبد اللطيف الغنام. بابا بصنعة الهدف ما أروعه. شوف الكورة مروحة، يمشي باس قوي برشا